السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هحاول كده اشرح الفصل السادس بايجاز وبطريقة لطيفة كده نلم بيها الفصل. بس طبعا الفصل طويل جدا، من اطول الفصول اللي انا شفتها في حياتي اصلا. تمام. وباذن الله نحاول نبسطه يعني باسرع ما يمكن. هنا بيتكلم عن الاقتصاد بتاع مصر. تمام. فمختصرا كده الاقتصاد بيروح وبيجي بتاع مصر. يعني لو ارتفع في الأزمة المالية لازم ينخفض في الثورة اللي هي الثورة بتاعت 25 يناير. طبعا في حاجات كتيرة أزمت جدا في الاقتصاد بتاع مصر. ان الأزمات المالية دي أحدث فيها تطورات كتير، وبرضو اندلاع اسمها دي الثورة 25 يناير بتاعت 2011 برضو حصلت فيها كوارث كتيرة جدا. ويبدأ يميز لي طبعا ما بين السنين وبعضها. احنا الدكتورة قالت ان مش علينا لا تواريخ ولا علينا نسب ولا علينا اي ارقام. احنا علينا ايه؟ علينا الحاجات اللي هي النظري المفهوم وهكذا. طيب انا الفصل ده عندي فيه 3 ابعاد. عندي البعد الاقتصادي والعالمي والبيئي والبعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي هي لغته لنا، تمام، لكن عندنا البعد الاقتصادي والعالمي والبيئي. فاول ما باجي بدأ بإيه؟ البعد الاقتصادي هيبدأ يجيب لي النقط ومظاهر الضعف بتاعة التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري من خلال البعد الاقتصادي. تمام. ويشوف الدنيا مشيت ازاي. جه قال لي اني هبدأ اقارن ما بين ال25 سنة ماضيين ونشوف التطور بتاع معدل النمو الاقتصادي كان ازاي. فقال لي ان في جدول، قال لي ان ايه بتتراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في السنين دي. طبعا احنا قلنا ان كل الحاجات دي احنا مش لينا علاقة بيها، بس ممكن يجيب لي هنا سؤال يقول لي ايه؟ تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بسبب المشاكل الآتية: مشكلات عجز الموازنة العامة، عجز الحساب الجاري، ارتفاع معدلات التضخم، تدهور الاحتياطي الدولية، تفاقم مشكلة مديونية الخارجية وهكذا. يبقى أنا عندي تراجع معدل النمو الحقيقي بسبب إيه؟ عندي بسبب مشكلات ده: عجز موازنة، عجز حساب جاري، ارتفاع معدلات، تدهور احتياطيات، تفاقم مشكلة مديونية خارجية وهكذا. وجي قال لي ان انا لما حصلت في تفاقم مشكلة في المديونية الخارجية ده ادى ان اقتصاد مصر يتفق مع صندوق النقد الدولي بشرط ان هم يثبتوا الاقتصاد. يعني اشترطوا في الاتفاق ان هو عشان يبقى ياخد القروض من النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، ان هم يثبتوا الاقتصاد بتاعهم كشرط لتخفيض ديون مصر الخارجية من الدول الغربية. مهمة جدا. والنتيجة لتطبيق السياسات الانكماشية لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي. انا المهم عندي في الحته دي اعرف المشكلات، لان هي دي اللي ادت لتراجع معدل النمو، واعرف ان عشان المديونيه بتاعه مصر الخارجيه تقل اتفقوا مع صندوق النقد الدولي مقابل ان هم يثبتوا الاقتصاد. جه هنا قال لي اهم اسباب التراجع في معدل النمو، وجه ذكر لي كذا سبب. اول حاجه عندي عوامل داخليه وعندي عوامل خارجيه. العوامل الداخليه دي تمام، يعني جوه مصر، يعني وليكن مثلا احداث تفجيرات في الاقصر، ده كده اثر على اللي هو الحركه السياحيه باثر سلبي. طب العوامل الخارجيه دي الحاجات اللي هي بره، زي ما حصل في ازمه ماليه في الاثيوبيا. تمام. واللي ادى من خلالها ان بقى في انخفاض في سعر البترول، فلما اسعار البترول تنخفض هيأثر على الاقتصاد المصري بالسلب. طيب تالت حاجة عندي هو وجود اختلالات هيكلية أدت لاضطرابات خارجية، كما ساعد على ذلك السياسات الاقتصادية عن التعامل مع الاختلاف. طب ايه هي السياسيات؟ قال لي عشان ان انا احاول احل المشكلات بتاعة الاختلالات الهيكلية دي، ان انا احتفظ بسعر صرف مغالي فيه للجنيه. يبقى انا عندي اول سياسة ايه؟ الاحتفاظ بسعر صرف مغالي فيه للجنيه. تاني حاجة عندي تحرير التجارة الخارجية، وكذلك تحرير المعاملات الرأسمالية. كل الكلام اللي في النص ده قراءة مش مهم. المهم عندي النقط الرئيسية دي، اللي هو الاحتفاظ بسعر صرف المغالي فيه للجنيه، وتحرير التجارة الخارجية، تحرير المعاملات الرأسمالية، تطبيق برنامج الخصخصة. يبقى أنا عندي السياسيات اللي هي حاولت إنها تصحح الاختلالات بتاعة الهيكلية دي كام؟ 3. عندي الاحتفاظ بسعر صرف مغالي في الجنيه، وتحرير التجارة الخارجية والمعاملات الرأسمالية، وتطبيق برنامج الخصخصة. طيب المهم في الحتة دي ايه برضو؟ يقول لي ان من اهم المصادر اللي ساهمت في تحقيق معدل النمو في عام 2006 و2007 كل من الطلب الاستهلاكي والاستثمار. سيبك من التاريخ، بس المهم ان اهم المصادر اللي ساهمت في تحقيق معدل النمو الطلب الاستهلاكي والاستثمار. طيب الا ان في قصور
في الطلب الخارجي متمثل في عجز الميزان اللي هو ايه التجاري، وطبعا ما دام في تأثير يبقى هيعكس عندي بالسلب على معدل ايه النمو. يبقى اهم المصادر الطلب الاستهلاكي والاستثماري، والقصور على الطلب الخارجي ادى بانعكاس على السلب على معدل النمو. تمام، احنا اخدنا الحتة اللي احنا عايزينها، بس في هنا بقى تغيير هيكل هذه الاستثمارات الأجنبية لصالح الأنشطة غير البترولية. وبعد كده بدأ ايه يقول لي الاستثمارات الأجنبية. بس المهم قال لي في الاخر خالص ان ايه، ان معدل النمو بيرتفع لانه اعتمد على الاستثمار الاجنبي بدرجه اكبر من اعتماده على الاستثمار الخاص بالوطني. يبقى انا عندي معدل النمو ارتفع لما هو اعتمد على الاستثمار الاجنبي. تمام، مما يطرح تساؤل عن الاسباب تعوق الاستثمار المحلي عن التزايد. طيب ايه هي بقى الاجابه بتاعت الاسباب دي؟ اني انا عندي اجابه التساؤل ده ان هو بعد ما حصلت الازمه الاقتصاديه الماليه العالميه، تمام، اللي نتج عنها تراجع معدل النمو الاقتصادي المصري، ان بعد ما الازمه الاقتصاديه الماليه دي نشبت وبدات تتفاقم اللي هي التداعيات بتاعتها، تمام، نتج عنها ان في تراجع في معدل النمو الاقتصادي المصري. حلو حلو. طيب انا عندي هنا ايه؟ قال لي ان الجدول نجد ان بداية الازمة المالية العالمية كانت في الربع التاني، ايه التاني، وبعد كده النمو دخل في مرحلة الاستقرار في الربع التالت والربع. طب التاني التراجع بتاع النمو، يبقى انا اول حاجة عندي الربع التاني هنا كان في اللي هو بداية الازمة المالية وتراجع النمو، بعد كده دخل في مرحلة الاستقرار في الربع التالت والرابع. تمام، ده الربع الثالث والرابع فين؟ في 2008 و2009. بعد كده بدأت مرحلة تصاعد للنمو مرة أخرى في الربع الأول والتاني، ده في 2009 و2010. تمام تمام، حتى بلغ اهو 5% مع ظهور التعافي خلال الفترة، ثم تواصل التعافي في الأزمة إلى خلال الربع الثالث طبعا من 2009 و2010. احنا مش مهم عندنا 2009 2010، المهم عندنا الربع، بس احنا ممكن نفهمها من خلال الربع. خلص السنة اللي هي بتاعت 2008 و2009، دخل 2009 و2010. وقال لي هنا مع الاقتراب من التعافي الكامل رغم اندلاع أزمة ديون الدول الأوروبية، إلا إن هي برضو تراجعت لأسباب رئيسية بتاعة الاقتصاد المصري لتداعيات الأزمة المالية والعالمية. المهم إن هي هتفضل تطلع وهتنزل، هتفضل تطلع وهتنزل. تمام، فجي قال لي إن هنا في 25 يناير 2011 قامت الثورة طبعا اللي احنا عارفينها 25 يناير، تمام، وما يكتنفها من مظاهرات واعتصامات، وطبعا ده أدى لانخفاض معدل النمو السنوي العام الثورة. تمام، بعد ما كانت بدأت تتعافى برضو رجعت ايه لورا، وهو معدل منخفض وغير مسبق خلال 25 عاما الماضية. طب الجدول ومحتاجين منه حاجة؟ لا، هو كل الجدول ده عبارة عن شرح اللي فات بس. تمام، وعليه من خلال ما سبق اتضح ان النمو الاقتصادي اتجه صعودا وهبوطا خلال ال 25 سنة اللي فاتوا، مما يدل على عدم قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة النمو. ما قدرش ان هو يثبت في الازمات المالية على وتيرة النمو والتي تصاعد ثم ما تلبست أن تنخفض ثم ترتفع، زي ما احنا قلنا طالع نازل، وهو ما يعرف بعدم تراكمية النمو على مدى زمني طويل. فكلما اكتسب الاقتصاد قوة دفع تشد، يعني قوة دفع تشده للأمام سرعان ما تبدد هذه القوة وتتحول إلى قوة جذب ترجع الاقتصاد إلى خطوات للوراء. تمام، وذلك نجد أن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال 25 سنة اللي فاتوا يفتقد العنصريين هامين في تحقيق الاستدامة بتاعة التنمية، ان انا احقق معدلات النمو دون المستوى المطلوب للتنمية، وعدم اطراد معدلات النمو لفترة طويلة اللي هي 25 سنة على الاقل. يبقى انا دول ممكن يقولي في صح وغلط. عندي عنصرين هامين لتحقيق الاستدامة، ان انا احقق معدلات النمو دون المستوى، وعدم اطراد معدلات النمو لفترة طويلة. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الادخار والاستثمار. فبيقول لي ان معدل الادخار المحلي طول 25 سنة اللي فاتوا كان بيتسم بالتقلب، مفيش حاجة اسمها ثابتة. احنا في الفصل كله مفيش حاجة ثابتة اصلا، كان بيتسم بايه؟ بالتقلب. كان بيطلع وكان بينزل مع مرور الازمات. نفس النظام في الادخار القومي برضو هو انخفض عن المعدل بتاعه، وده بيوضح ايه؟ بيوضح ان تدفقات دخول الانتاج والتحويلات الجارية مع العالم الخارجي بوقوع الازمة المالية العالمية. يعني قال لي ان انا عندي تدفقات، ان الدخل القومي ده بيتأثر بتدفقات دخول الانتاج والتحويلات الجارية مع العالم الخارجي،
ولما حصلت الأزمة المالية العالمية انخفض ورجع لورا أهو. ومما يؤكد أن يكون الادخار الأجنبي المتمثل في رصيد ميزان العمليات الجارية في ميزان المدفوعات يصاب بالخلل الواضح أثناء وقوع الأزمات، مما يدل على أن الاعتماد عليه في داخلية في الاعتماد عليه في دفع عملية استدامة نوع يمثل وقوع خطر وعدم استقرار. يبقى أنا عندي الادخار الأجنبي في رصيد ميزان المدفوعات ما ينفعش إن أنا أعتمد عليه. جه بعد كده اتكلم عن فجوة موارد محلية. احنا عندنا 2 فجوة، عندي فجوة موارد محلية وفجوة تمويلية. طب احنا هنتكلم الاول عن فجوة موارد محلية. لما يقول لي موارد محلية معنى كده ان الادخار القومي الاجمالي اكبر من معدل الاستثمار المحلي الاجمالي. مهم جدا جدا جدا. يبقى انا عندي الفجوة موارد المحلية معناها ان معدل الادخار القومي الاجمالي اكبر من معدل الاستثمار المحلي الاجمالي. تمام. واللي بيعبر عن عدم قدرة الاقتصاد ان هي تستوعب اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي القدرات التمويلية المتاحة في جميع سنوات الدراسة. جه هنا سأل سؤال قال هل مشكلة النمو في الاقتصاد بتاع مصر بترجع لضعف معدل الادخار فقط؟ لو قال لي فقط هيبقى غلط. انما الادخار وايه تاني والى وجود فجوة موارد محلية ناتجة عن عدم قدرة تحويل تلك المدخرات الى استثمارات فعلية، والناتجة عن الفشل في ايجاد محفزات للاستثمار الجاد. تمام. يبقى انا عندي لما يجي يقول لي مشكلة النمو الاقتصادي في مصر تقع على معدل الادخار فقط، لا نقول كمان على وجود فجوة بتاعة موارد محلية ناتجة عن عدم قدرة التحويل بتاعة المدخرات إلى استثمارات فعلية. جه بقى هنا اتكلم عن الفجوة التمويلية، فان هي ترجع هنا الى ان معدلات الادخار المحلي دائما اقل من معدلات الاستثمار المحلي، مما نشأ عنها فجوة تمويلية تسبب بالتذبذب طوال الفترة بتاعة الدراسة. وبعد كده بدأت ترتفع، لكن جت الأزمة المالية العالمية خلتها انها تنزل شوية، ورغم حدوث انخفاض في كل معدلات الادخار والاستثمار إلا ان الفجوة التمويلية بدأت في التزايد مرة أخرى، مما يوضح بجلاء تداعيات استقرار الاقتصادي على مسيرة التنمية خلال الفترة الزمنية. يبقى أنا عندي 2 فجوة. المهم نسيبكم من كل الكلام ده. أنا عندي 2 فجوة، فجوة موارد محلية وفجوة تمويلية. موارد محلية دي هيبقى عندي معدل الادخار القومي الإجمالي أكبر من الاستثمار المحلي، وعندي هنا في التمويلية الادخار المحلي أقل من معدل الاستثمار المحلي. فبقى جاب لي الخلاصة وتأسيسا على ما سبق نجد أن مصر بعيدة عن مقومات استدامة التنمية الاقتصادية. ليه؟ لأن معدل الادخار المحلي ما كانش ثابت طول 25 سنة. برضو انا الكلام عندي ده كله مش مهم، مفيش غير الحته بتاعه تاسيسا دي. وعليه فان الاقتصاد المصري لم يحقق متطلب بلوغ معدل كل من الادخار المحلي والاستثمار المحلي بسبب الاسباب الاتيه دي. الاسباب دي مهمه احنا هنقراها، وهي اصلا هي اللي فات. ان انا مثلا عندي انخفاض متوسط دخل الفرد، عندي النزعه الاستهلاكيه، الاتساع المستمر في الفوارق ما بين الطبقات. كل الحاجات دي بتسبب بتسبب ان في فجوه ما بين الاقتصاد المصري، انها مش عارفه انها تبقى فيه تحقيق للتنميه المستدامه. عندي ميل للاستثمار للتركز في سلع غير قابله للاتجار، عندي ارتفاع درجه الاعتماد على الاقتصاد المصري، العجز المزمن في الموازنه العامه للدوله. كل دي اسباب مخليه ان في فجوه وفي عواقب كتيره جدا مخليه اقتصاد مصر ما يعرفش يحقق تنميه مستدامه، ودي كلها اوجه ضعف للاداء الادخاري. عندي قصور السياسات وضعف المؤسسات، الضعف المؤسسي، ضخامة الادخار السلبي، وجود فجوة موارد محلية، ووجود فجوة تمويلية. تمام. طيب، خامس حاجة هنتكلم عنها هو النمو القطاعي ومساهمته في النمو. جه هنا قال لي انا عندي لما هاجي ابص على الاستثمارات المنفذة هلاقي عندي قطاع عام وعندي قطاع خاص. بس قال لي في الكتاب هنا ان ارتفعت نسبة القطاعات او الاستثمارات العامة بالنسبة للاستثمارات الخاصة. تمام. في الفترة الأولانية دي قبل اللي هي الأزمة بتاعة المالية، وبعد ما جت الأزمة المالية. تمام. حصل بعد ما جت الأزمة المالية بتداعياتها كلها نتج عنها انخفاض في الاستثمارات المنفذة في من قبل القطاع الخاص. يعني العام زي ما هو تمام، لكن الخاص نزل بعد ان كان القطاع الخاص منفذا للاستثمارات قدرة نسبتها كانت اعلى بكتير من اجمالي الاستثمارات الكلي. ودي من احد عوامل ما قبل
اللي هي الأزمة المالية، إن القطاع الخاص بيتأثر تأثير كبير بإيه؟ بتلك الأزمة. بينما اتجه القطاع العام وقتها، يعني في وقت الأزمة المالية دي، إن هو بدأ ينفذ استثمارات كتيرة في التوسع في الإنفاق العام لدار يعني للحوق جزء من تداعيات الأزمة، بيحاول إن هو يعافي الأزمة المالية. يبقى أنا عندي القطاع الخاص قل وقت الأزمة المالية، لكن القطاع العام إيه؟ زاد. لحد ما جت بقى الثورة بتاعت 25 يناير دي، وراحت قاضية على القطاع العام. مش قضت بمعنى قضت، هي خفضت نسبة استثماراته، واللي زاد فيها القطاع الخاص. ليه بقى؟ لأن القطاع الخاص وقتها كان بيعتمد على الأنشطة التجارية والعقارية. يعني كان بيستثمر فلوسه في الأنشطة العقارية، هو بيستثمر في العقارات والأنشطة التجارية والأنشطة البترولية. بس هو هنا ذاكر في العقارية، لكن بعد كده بيشرح التجارية والبترولية. ليه؟ عشان هو شاف ان الانشطة العقارية دي فيها زيادة في الربح وزيادة في العائد، لكن قليلة في المخاطر. عشان كده اتمسك او توجه بمعنى صح للانشطه العقاريه، حيث تزايدت قيمه الاستثمارات في الانشطه العقاريه في الفتره دي، حتى بلغ تزايد في القطاعات، وراح قايل النسبه بتاعتها ملهاش علاقه. ولكن كان نصيب القطاع الخاص من جمله الانشطه العقاريه تراوح من 98.5%. شايفين ان هو يعني كل استثماراته بقت تعتبر في الانشطه العقاريه، وبالتالي بينما تناقصت مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصناعي. يبقى أنا ممكن يجيلي صح وغلط، هو اهتم بالأنشطة التجارية والعقارية ولا القطاع الصناعي؟ الأنشطة التجارية والعقارية. وبعد كده قال لي ان حتى معدل نمو قطاع الزراعة بقى قليل جدا، واللي هو بيعكس مساهمته المنخفضة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعشان يجيب لي الخلاصة بيقول لي إن معدلات نمو قطاع الزراعة بقت ضعيفة مقارنة بمعدلات النمو بتاعة القطاعات الأخرى، وعشان في ضعف مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من إن القطاع الزراعي ده من أهم القطاعات ودوره مهم جدا، تمام، إلا إن هو برضو ما قدرش إن هو يشارك أو يساهم في الناتج المحلي الإجمالي. فجي بيقول لي هنا 5 حاجات هو مهم ليه. فقال لي مثلا قطاع الزراعة ده اصلا من غيره ما كناش هنعرف ان احنا نستحمل زيادة السكان، لان الزيادة دي احنا بنستوعبها من خلال معدلات التشغيل اللي بنشغلها في قطاع الزراعة. قطاع الزراعة ده هو بيعمل اعادة توزيع للخريطة السكانية. قطاع الزراعة ده مصدر اساسي للدخل اكثر من نصف جملة السكان، يعني هو مهم، ومع ذلك هو مبيعرفش يساهم. تعد الزراعة مصدر أساسي لتوفير الغذاء والمواد الخام، وبتعتمد زيادة الصادرات الكلية على تنويع وزيادة الصادرات الزراعية. يبقى ال5 نقط دي بتقول لي ان رغم ان هو مش بيقدر يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلا انه دوره مهم جدا في الاقتصاد القومي. بعد كده قاعد يقول هنا لك كتير، تمام، بس برضو الخلاصة بتاعته وهو ايه؟ وان هو قطاع الصناعة ده هو القطاع المنوط. ممكن يجي صح وغلط، ممكن يجي اختر. القطاع المنوط بقيادة عملية التنمية يصبح قطاعا جاذبا للاستثمار ومشجع للتطور التكنولوجي، ومولدا لفرص العمل، وبيحفز الصادرات الوطنية، وبيحقق الاندماج الفعال في الأسواق الدولية. كل الحاجات دي خاصة بقطاع الصناعة. لكن برضو ما حققش في ظل معدلات نمو منخفضة للقطاع الصناعي. ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه استثمار قد كده، لان زي ما احنا قلنا القطاع الخاص كان مهتم بالايه؟ الانشطة التجارية والانشطة العقارية. وقال لي وكان في من ضمن اسباب ضعف نمو القطاع الصناعي الايه؟ اللي هم ال9 الحاجات دول: تراكم مشكلات القطاع العام الزراعي، عدم قدرة القطاع الخاص على ارتياد مجالات التصنيع، عندي انخفاض قيمة الخارجية للجنيه، وجود معوقات إجرائية، معوقات مالية. المهم أي معوقات هيبقى إيه؟ لضعف الصناعية. أي معوقات سواء خدمية، سائدة، تسويقية، اسمها إيه دي، فنية وإنتاجية، مالية، كل معوقات هتبقى خاصة بإيه؟ من أسباب ضعف نمو القطاع الصناعي. ممكن بس نحفظ تراكم مشكلات القطاع الصناعي، وعدم قدرة القطاع الخاص على ارتياد مجالات التصنيع، وانخفاض قيمة الخارجية للجنيه. نحفظ دول. أي معوقات تانية هتبقى إيه؟ هتبقى خاصة بأسباب ضعف نمو القطاع الصناعي. وجي قال لي وعليه نجد أن دور كل من قطاع الزراعة والصناعة ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة جدا، رغم أن أدوارهم مهمة جدا.
كما تبين أن القطاع الخاص لم يساهم المساهمة المتوقعة في قطاع الصناعة، خاصة بعد تطبيق الخصخصة وبيع القطاع العام، لأنه توجه نحو الأنشطة التجارية والعقارية. ليه؟ لأن هي سريعة الفايدة وقليلة المخاطر، وبالتالي وضح ضعف الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص في عمليات التنمية، رغم ان هو يعني بيحفز الأنشطة التجارية والعقارية، إلا ان انا ما اقدرش ان اعتمد عليه في عملية التنمية المستدامة. وهنتوقف لحد هنا، وبإذن الله نكمل الجزء الثاني من الفصل السادس. دعواتكم لو الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك بإذن الله.